السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. بصوا بقى الكشري المصري. هنا ده العدس بجبة، أنا بحط على النار واحط له كمون وتوم واسيبه بقى ايه على نار هادية. وهنا البصل أنا بحمره في الطاسة والزيت بتاعها. بصوا بقى ده الدور الأولاني اللي أنا حمرته. الزيت بتاعها ده هو اللي بعمل بيه الصلصه. بصوا بقى الحله اللي جنبيها دي انا عملت فيها الكشري الاصفر، بس المقطع العيال يعني ربنا يهديهم مسحوه. انا ما بعملوش برز بشعريه، انا بعمله اللي هو الرز الاصفر، العدس الاصفر والرز. احنا بنحبه كده، مش بنحب اللي هو الشعريه ده. المهم بقى ايه، بعد ما بنحمر بقى البصل ما تحطهوش على مناديل، تطلعيه في مصفى عشان يفضل مقرمش لغايه الاخر. خلاص باين انا خلصت البصل، بحط بقى فصين توم في مكان الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. وكنت شلت انا بقى شويه على جنب بحطهم ايه المكرونه بعد ما تتسلق. وبحط الطماطم وملح وكمون وكزبره واسيبها بقى ايه براحتها بقى ايه، تستوي، تتسبك يعني بس مش قوي يعني. يعني هي الصلصه بتاعه الكشري مش بنسيبها بقى لغايه لما زي المكرونه كده، لا يعني بنسيبها ايه كويسه شويه. هنا بقى المكرونة حطيت انا المية، حطيت لها ملح، واديني ايه حطيت لما المية غلت حطيت انا زودت المكرونة شوية عشان عيالي بيحبوا المكرونة. واسيبها بقى ايه لغاية ما تستوي. هنا بقى انا بعمل الشطة، حطيت زيت وتوم، وحطيت معلقتين شطة كبار وكمون وكزبرة، وبحط لها خل. وبعد كده بقى ايه من الصلصة اللي انا سايباها على النار بتاعة الكشري دي اروح حاطلها بقى ايه كبشتين كده. يعني انا حطيت الخل. معلش بقى انا عندي برد وصوتي رايح شويه. اه انا ده عدت بسرعه. حطيت انا بقى الصلصه وكده ايه خلصنا. ان شاء الله اشوفكم في